تعال اقول لك على اكبر كذبة في عالم السوفت وير. لما حد يجي يقول لك الريكويرمنت واضحة. المشكلة ان الناس فاكرة ان كتابة requirement معناها ان كل الناس هتفهمها بنفس الطريقة، لكن الحقيقة ان لو في عندي 5 اشخاص قاعدين بيقروا نفس المتطلب، كل واحد هيفتكر سيناريو أو هيطلع سيناريو مختلف عن التاني، مع العلم إن ال5 أشخاص هم عاديين. يعني مش هقول لك مثلا هات 5 أشخاص محللين وهما الاتنين هيتناقشوا بنفس الأسلوب. لو حتى في 5 أشخاص محللين، أنت بنفسك هتلاقيك حسيتها قبل كده أو سمعتها قبل كده. حتى لو في 5 أشخاص محللين، برضو كل واحد فيهم بيطلع بسيناريو مختلف. طب ليه ده بيحصل؟ ليه احنا بنشوف الحاجات دي؟ خلينا اديك مثال بسيط على ده. انا عندي مثلا في متطلب اسمه ان المستخدم بيقدر يعدل ملفه الشخصي. حلو كده. طيب، المستخدم ده لما يقدر يعدل ملفه الشخصي، إيه هيعد يعني. هي شكلها واضحة يعني. انت هنا، انت في اللحظة دي، هي شكل المتطلب ده واضح وتمام وجميل وشكله واضح جدا. لكن استنى شوية يعني. خلينا مع بعض مستنيين، وعشان برضو انا براعي وقت الفيديو، لان انا حابب ان الموضوع يكون شورت. طيب، المستخدم اللي يعدل ملفه الشخصي ده، هو هيغير ايه بالظبط؟ يعني انا موافق ان في مستخدم هيعدل ملفه الشخصي، بس هو هيغير ايه بالظبط؟ هل يقدر يغير الايميل؟ طب هل الايميل ده يونيك؟ يعني موجود، ما بيتكررش. طب ولو يونيك ومسموح له ان هو يتغير، هل محتاج فيريفيكيشن؟ في كيسز كتيرة محتاجة اجابات. طيب، خلينا نبسط الموضوع اكتر. ادي يا سيدي اكتور، وادي هنعمل الفانكشن بتاعتنا اللي هي edit profile. حلو. وبعد الايديت بروفايل، طبعا انا بقى هنا هسأل نفسي اسئلة. هل البروفايل ده ليه نيم؟ هل البروفايل ده ليه صورة؟ يبقى هيغير صورة. هل ليه ايميل؟ هل البروفايل ده ليه ايميل؟ اه، ليه ايميل كمان. والايميل ده يونيك، هو اللي بيسجل بيه. وهل ليه رقم تليفون؟ يعني هل اليوزر ده ليه رقم تليفون؟ هنا برضو السؤال. طيب، هو المتطلب كان بسيط، المستخدم يعدل ملف الشخص. طيب، احنا النهارده دلوقتي بقينا بنتكلم في ايه؟ بقينا بنتكلم في اكتر من كيس هتحصل على نفس المستوى، وانا لسه ما خرجتش، انا ما رحتش لفيتشر تانية، او انا كل ده لسه في نفس الفيتشر. طيب، لو جينا يا سيدي نبسطها كده خالص ونقول ادي الاكتور الجميل بتاعنا، هيخش على edit profile وهيكون include. حلو. طبعا جوه edit profile هيكون برضو انا عندي نفس الكلام. هيكون عندي فوتو، وهيكون عندي الايميل، وهيكون عندي الفون. طيب، حلو. هل السؤال بقى، هل النيم اللي موجود هنا ده، طبعا في سيستمز وفي انظمه كتيره، انا مش حابب برضو ان انا كم اكتر عن 10 دقايق، او افتح في مواضيع كتيره، بس خليها مع الوقت هنزل لكم كم حاجه تانية. طيب، سؤال هنا، هل الاسم ده مربوط بفيريفيكيشن سايكل؟ هل هل الفوتو مربوطة بفيريفيكيشن سايكل؟ هل الايميل مربوط بفيريفيكيشن سايكل؟ هل الفون مربوط بفيريفيكيشن سايكل؟ طب لو اديني انا هنا كده في اللحظة دي عملت اكتر من سيناريو. يعني كده لو قلنا مثلا ان في هنا فيريفيكيشن على الاوتو بي، ف... فكده احنا خلاص، احنا هنا كده في مرحلة التفعيل. الراجل ده عاوز يغير الايميل، هيجي عشان يغير الايميل هيطلب منه verification اوتو بي ويز ميل، بس طبعا دي هتبقى
اكستند. لو حابين نشرح الموضوع، الفرق ما بين الانكلود والاكستند في اليوز كيس، اكتبوا لي في التعليقات وانا هشرحها في فيديو لوحده مستقل. طيب، الريكويرمنت البسيطة فجأة بقت، اديك زي ما احنا شايفين كده، بقت ريكويرمنت مليانة ديتيل. تمام، وكمان لسه يعني لو قعدنا اتكلمنا فيها اكتر كمان هنطلع اكتر واكتر. طيب، الفرق هنا، هو ان في محلل بيقرا بيقرا المتطلبات وتمام، هي واضحة وتسفيري لوجيك. في محلل تاني لا، بيحاول يكتشف النواقص، بيحاول يكتشف هي ايه اللي ناقص فيها، ايه اللي ممكن يتفهم غلط، ايه الايدج كيسز. لان هو تملي عارف ان المشكلة مش في المكتوب، المشكلة في اللي ما بيتكتبش. تمام. وعشان كده التحليل الحقيقي هو مش كوبي بيست تمبلت. هو التحليل الحقيقي انك تمنع المشكلة قبل ما تحصل. لان كل سؤال مش بتسأله دلوقتي انت كمحلل، مش بتسأله او بتطرحه دلوقتي، غالبا الديف او الكيو اي او السيستم اركتكشر او ايا يكن البارتنر اللي معاك في البروجكت، آه، هيسألوك الأسئلة دي قدام شوية. بس طبعا هيكون ساعتها وقت كتير ضاع وفلوس على المشروع برضو ضاعت. لو المحتوى اللي زي اللي احنا بنتكلم فيه ده يهمك، اعمل سبسكرايب، لأننا هنتكلم عن الواقع لتحليل الأنظمة، مش الكلام الأكاديمي اللي بنسمعه كل يوم، وخصوصا دعم المحتوى العربي. سلام.